السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا قاعدين متابعين يسترب الأهلي، ياسين منصور، سيد عبد الحفيظ، ايه اللي هيحصل؟ ومرة واحدة فيديو بيظهر ويوضح لنا انتهاء رحلة محمد صلاح مع ليفربول. خلينا أقول سواء اتفقنا أو اختلفنا مع محمد صلاح، في آراء سياسية وآراء كتير بتطلع بنكون احنا ضدها، ولكن خلينا نقول إن محمد صلاح أيقونة فعلا في الدوري الإنجليزي، أيقونة بالنسبة لنا كشباب بيتفرج على لاعب بدأ من إن هو بيروح المقاولين العرب بالقطر وبيبات في المقاولين العرب عشان يلعب الماتش، وفي عز ما هو كل ده بنتعرض له احنا كشباب مع حياتنا، سواء بقى باختلاف المجال. في عز ما هو متألق يطلع ممدوح عباس يقولك ده بقيله كتير عشان يجي الزمالك، محتاج حاجات عشان يجي الزمالك، فهو ما بييأس ولا بيتعب، بيكمل ويدوس على نفسه. يجيله عرض من بازل السويسري. طبعا احنا بالنسبة لنا في الفترة دي كبازل السويسري يا نهار ابيض، شكرا يعني خلاص هو جاب اخرها. كان هو اللعيب عندنا في مصر، كان هو ده اقصى طموح عنده، كان يروح بازل وشكرا كده، اتعشت معاه يقعد كام سنة بره ويجي، لان احنا كان اقصانا اليونان، الدوريات دي، الدوريات بتاعت اليونان والحاجات دي، او فرق ضعيفة في الدوري البرتغالي والبلجيكي والحاجات دي كلها. بس ده جاله احسن فريق يعتبر في سويسرا، وسهل جدا انه كان يرجع اهلي الزمالك مرتاح. لا، هو راح بازل. انا فاكر ساعتها لما بازل كانت بتلعب في اليوروبا ليج ونزلت وصلت لنص النهائي قدام تشيلسي، احنا كان نفسنا بس انه يجيب الجون قدام بيتر تشيك. تخيل هدفك ان اللعيب ده يجيب جون في بيتر تشيك عشان يبقى فيه لعيب مصري جاب بيتر تشيك. احنا ساعتها كنا طايرين بيه في السما. مش مهم هو خسر ساعتها وتشيلسي خدت اليوروبا ليج، بس ساعتها كلنا كنا فرحانين جدا ان احنا عندنا لعيب مصري جاب جون. اللعيب ده موقفش هنا، ودي ميزة محمد صلاح او قوة اللعيب ده، وليه هو ايقونة لينا كشباب مصري وعربي. هو راح من بازل. تخيل وانت في بازل يجيلك مكالمة من جوزيه مورينيو ويقول لك تعالى انا عايزك. تخيل جوزيه مورينيو وهو لسه طالع من حقبة ريال مدريد باللي عملها كله، وانا شايف ان هو بداية الشعلة بتاعت العشرة وبداية الشعلة اللي حصلت في ريال مدريد، بيقول لك انا عايزك معايا في الولاية التانية ليا لتشيلسي. يروح معاه وما يقولش لا، ويروح يقعد سنة والدنيا ما تمشيش معاه احسن حاجه، فييأس. كان هنا برضو سهل انه يرجع اهلي الزمالك عادي، لا هو قرر ان هو مش هييأس ويروح فيورتينا ويجيب جون من احلى الاجوان اللي انا فاكرها لمحمد صلاح. الجون بتاعه اللي جابه في اليوفنتوس تقريبا كان في الكاس، جاب جون جري من الجون للجون بالكوره. كانت دي بدايه اللي ده اللعيب ده سريع قوي، وبدايه نجوميته قوي قوي يعني، بدأ ينور بسبب الجون ده، وده من الاجوان اللي عمري ما هنساها لمحمد صلاح. بعد كده يروح تشيلسي، فتشيلسي طلعه اعاره تاني لروما. كل ده تشيلسي مش راضيه تلعبه او تفرط فيه، فتطلعه لروما. وتبدأ دي النقلة او التحول اللي يحصل لمحمد صلاح مع سباليتي في الولاية التانية ليه في روما، لانه راح مرة اعارة ومرة بيع نهائي. يبدأ يروح محمد صلاح مع سباليتي ويبدأ يتوهج ويتنجم محمد صلاح. طبعا كلنا بقينا نشجع روما وبقينا ماشيين ورا روما، وكنا ماشيين مع صلاح حبا في اللاعب المصري او في الشاب المصري ده، بنشجع اي فرقة محمد صلاح بيروحها. وخلينا نقول ان نفس الموقف اللي حصل مع صلاح ده مع مورينيو، فكرة ان هو ما بيلعبش او فكره ان مورينيو مش عايزه معاه او مش شايفه انه يكون في التيم بتاعه، نفس اللي حصل في مرموش. ويمكن كلنا شفنا نفس السيناريو ونقول مرموش يسيب تشيلسي ويسيب مانشستر سيتي ويروح ل روما في الانتقالات الشتوية اللي فاتت دي، عشان خاطر شفنا ان محمد صلاح ده نموذج. كلنا بنشوف في حياتنا نموذج محمد صلاح اللي بيتعرض لعقبات كتير، بيتعرض لمشاكل كتير، ورغم ذلك هو ثابت على مبدأه وعايز يكمل في مسيرته. يجي بعد كده محمد صلاح يورجن كلوب، المدرب الأسطوري
لليفربول يقول له انا عايزك معايا، ودي تبقى النقلة التاريخية لصلاح اللي هتعمل منه اسطورة في الدوري الانجليزي مع يورجن كلوب. ونشوف بقى ادوار مركبة، ونشوف صلاح البلاي ميكر، ونشوف الشادو سترايكر، ونشوف الجناح، ونشوف ثلاثية تاريخية مع فيرمينو وساديو ماني. كل ده شفناه مع محمد صلاح. تخيل تبقى احسن لاعب في العالم، واخد كل البطولات تقريبا، ولكن في الاخر يتقال لك اصلا ما عملش حاجه مع بلده. محمد صلاح شئت ام ابيت اسطوره مصريه في الاراضي الانجليزيه. في النهايه خلونا نعرف ارائكم، محمد صلاح هيروح الدوري السعودي ولا هيروح فين بالظبط؟